عاوزين تبقوا معانا. انت جدعوا جدود ان شاء الله. بس انتوا برضو بيكوا انتوا هنعيد الامن ان شاء الله. الامن لازم يشمل كل محافظات الجمهوريه، وده السبب ان انا بنزل كل المحافظات علشان ناكد الامن في كل محافظات مصر. كيف سيعود الامن بشكل كامل؟ والله احنا طبعا يعني غير الاجراءات اللي احنا عاملينها، التواجد في الشارع، دوريات، في اكمنه في الشارع، في حملات مستمره بنجري ورا كل العيال. لحظه مع كل بنجري ورا كل العيال البلطجيه عشان نظبطهم، عشان نحقق التواجد الامني في الشارع، مش في القاهره والجيزه، في كل مصر. وانا قلت من اول يوم ان جميع المحافظات انا هنزلها عشان اتاكد ان الناس، الشرطه بتعامل الناس كويس، ان الناس واقفه مع الشرطه، ان الناس بتحب الشرطه الفتره دي، عشان نقف ونواجه البلطجيه وكل العيال اللي بتروع في البلاد وبيهددوا الامن. وان شاء الله في الفتره اللي جايه هتشاهد التاني في زيادات تاني في الامن، وفي قوات تانية هتنزل ان شاء الله الفتره اللي جايه. بشكر معاليك في شخص ابن 29 سنه قتل 5 فجرا، 5 فجر، وليا 2 شباب كبار تاني 25 و5 جريهم عشان ياخدوا بطار اخوهم مقدم وليد الصواف ونقيب محمد بيه عبد السلام. قبضوا على المجرم بعد نص ساعه. 5 فجرا، مفروض 5 فجرا دوت يترمل بكره والبعده. الفتره دي لشخصك ولمعاليك وربنا ينصرك، واضرب بيد